السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده انا صحيت من النوم وانا عارفه ان انا ناويه ان اليوم ده بتاع الولاد. يعني ساعات كتير كده بقوم من النوم ببقى ناويه ان اليوم ده للولاد، يعني من اوله لحد اخره انا مش هعمل حاجه غير ان انا بقرر ان هم يبقوا مبسوطين. احاول اقلل اللأ على قد ما اقدر الا في حاله الطوارئ، واحاول يعني اطول بالي الى اقصى حد جدا 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 جدا. بس المهم بيبقى هدفي في اخر اليوم ان هم هيناموا مبسوطين وهيخرجوا كل الطاقة اللي جواهم وهيلعبوا وهيعملوا كل اللي هم عايزينه، او ان انا هحسن نفسيتهم باي وضع من الاوضاع، مش لازم يعني نخرج. فانا عملت لهم الفطار اللي انتوا شفتوه ده، والحركات والحاجات دي الحمد لله يعني حتى لو ملهمش نفس ياكلوا الحمد لله بتفتح نفسهم، بيخليهم ياكلوا يبقوا احسن. وبعد كده خرجنا، رحنا النادي. انا كنت وعداهم ان انا هوديهم، بس كنت مستنية يوم يبقى مناسب بحيث ان انا هفضي نفسي خالص. انا مورياش اي حاجة اليوم ده، مورياش اي مشاوير، طالعة بدري عشان تبقى الدنيا دفا ويبقى برضو الجو مش برد قوي عشان ياخدوا راحتهم، الجو ما يبردش علينا فنضطر نمشي. يعني انا فاكرة ان احنا قعدنا تقريبا 4 ساعات. ببقى عاملة حساب ان لو اي حاجة حصلت انا مش هتعصب، انا مش هتضايق. وفعلا اليوم ده الموبايل وقع من ايدي وانا بحطهم على اللعبة، بشيلهم بحطهم على اللعبة واحدة من البنات، فالموبايل وقع من ايدي والشاشة فصلت. ورغم كده برضو رحت حاطة الموبايل في الشنطة مكملة اليوم عادي، ما اتضايقتش، ما قفلتش، ما قلتش يلا نروح، لا، كملت اليوم عادي. لان انا كنت مقررة ان انا هدفي اخليهم مبسوطين، يخرجوا الطاقة اللي جواهم ويتبسطوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه، عشان لما نيجي نقول يلا ما يبقاش في حد زعلان، ما يبقاش في حد متضايق. والحمد لله ده اللي حصل. حتى زي ما قلت لكم، يعني كلمة لأ ما قلتهاش تقريبا في اليوم ده غير مرة واحدة، لان احنا اول ما دخلنا المكان ده فيه الجزء الخاص بالألعاب، وفي الناحية التانية ناحية الكافيه في حاطين حيوانات كده، هامستر، حاطين تعبان طويل كبير كده، بيبقى حاطينهم في صناديق ازاز، حاطين سلحفة، قرد صغير، يعني حاجات كده للولاد. فاحنا اول ما دخلنا خير اللهم اجعله خير لانهم مطلعين التعبان الكبير ده وحاطينه في الشمس. قال ايه المفروض انه بيتشمس كل شويه يعني، وهو عادي عايش حياته كده في وسط على اساس ان الكافيه ما فيش حد، لان احنا رحنا بدري فالكافيه ما كانش فيه حد قوي، وهم حاطينه جنبهم يعني كده، بس يعني اللي هو يعني عمر كان هيدوس عليه من غير ما ياخد باله. فطبعا انا خفت جدا، قعدوا يقولوا لي ما تخافيش وامان، بس ما لو قالوا من هنا للسنه الجايه ايه ده، ايه ده، منظر التعبان اصلا يرعب وكبير كده ايه انا شايفه تعبان في الارض. انا صوتت اول ما شفته. فقلت لا، اخدتهم في كيدز اريا بقى بعيد عن الكافيه خالص، وقلت لحد ما الاستاذ يتشمس ويرجع تاني الصندوق بتاعه احنا خلينا بعيد خالص. فهي يمكن دي الحاله الوحيده اللي قلت لهم لا احنا مش هنروح الناحيه دي، وهم ما صدقوا اصلا ان هم كانوا عايزين يلعبوا. فانا قلت الحمد لله، قلت لهم مش هنروح ناحيه الحيوانات خالص غير لما ايه، الاستاذ تعبان يخلص حمام الشمس بتاعه ويدخل بيته بالسلامه ان شاء الله. سبتهم طبعا زي ما انتم شايفين كده، شويه بقى امرجح، شويه اشيل، شويه ازحلق. طبعا فكره ان انا معاهم لوحدي في كيدز اريا بتبقى بالنسبه لي حاجه مهلكه جدا، لان انا ببقى خايفه، بتبقى عيني على ده وعلى دي وعلى ده، حد يقع حد يتخبط لانهم برضو لسه صغيرين. بس الحمد لله يعني عدت على خير وعرفت اسيطر. سبتهم بقى يعملوا كل اللي هم عايزينه. واللي ساعدني على كده ان احنا رايحين بدري فالمكان كان فاضي، فكانوا واخدين راحتهم وزيادة، يعني زي ما انتم شايفين كده مبرطعين بمعنى الكلمة يعني. كل اللي عايزين يعملوه كانوا بيعملوه، وانا سبتهم خالص، بحيث ان انا كان بقالنا فترة ما خرجناش، وكنت حاسة فعلا ان هم بدأوا يعني يتضايقوا يتعصبوا على بعض، وده بيبقى مؤشر ليا ان الولاد خلاص محتاجين يخرجوا، نفسيتهم تعبت، محتاجين يكسروا الروتين. انا بلاحظ ده وبقدره جدا، وبحاول اعمله على قد ما اقدر. وعمر وهو صغير كنت بخرجه يوم بعد يوم، وده كان فارق في نفسيته جدا. بس للاسف الشديد جدا جدا ان بعد ما جبت البنات الموضوع بقى صعب عليا ان انا اخرج بيهم التلاتة طبعا يوم بعد يوم. بس بحاول لو معرفتش اخرج اعمل افكار تانية، يعني ساعات مثلا بروح مطلع الشواية ونشوي، مثلا بدل ما اعمل غدا عادي اروح اطلع الشواية، بس الكلام ده تقريبا بيبقى في الصيف، واطلع الشواية ونجيب ذرة ونشوي في البلكونة
وبيبقوا بجد مبسوطين. ويمكن انا عامله فيديو في القناه هنا هتلاقوه، وممكن احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عملنا يوم كده كانوا طايرين من الفرحة، بيبقوا زي ما يكون خارجين. برضو يوم تاني نعمل فشار ونجيب حلويات ونجيب كاندي او نجيب اي حاجة حلوة هم بيحبوها، وننزل فيلم جديد ونقعد نتفرج على فيلم ونعمل سهرة اكننا في السينما. بيتبسطوا جدا جدا برضو. آه يوم تاني مثلا ممكن نروح الجنينة وناخد كرة معانا ونلعب بالجنينة في الجنينة شوية ونرجع، مفيش اي مشاكل. يوم تاني ممكن اعزمهم بس على مكان فيه كافيه، على اي حاجة بيحبوها. يعني في افكار كتيرة ممكن اعملها. وبصراحة الاطفال يعني والله اسهل حاجة ان احنا نبسطهم، احنا بس اللي مش بنعرف نفكر او مش بنحاول نفكر في حاجات بره الصندوق شوية على قد عقلهم. فاحنا ممكن يخرجوا ونعمل كل حاجة في الاخر يرجعوا متضايقين، فنقول لهم انا مش عارفين نعمل ايه، انتوا خرجتوا ما خرجتوش، على طول متضايقين. الكلام ده عشان احنا لما بنبقى خارجين مش بنبقى متفقين معاهم ولا معرفينهم. يعني احنا مثلا بيلعبوا فمرة واحدة يلا هنمشي، ده طبعا يدخل اي طفل في حالة نوبة غضب. انا قبل ما امشي بنص ساعة، يعني انا قبل ما امشي بنص ساعة قعدت اقول لهم يلا فاضل لنا ربع ساعة وهنمشي، يلا فاضل لنا 10 دقايق وهنمشي. بيبدأ الطفل يجهز نفسيا ان هو خلاص ماشي. لكن عمري ما جيت في يوم واحنا ماشيين ورايحين في مكان واقول لهم يلا هنمشي. طبعا لازم يمشوا معيطين، وطبعا لازم يمشوا متضايقين. كمان لما بنبقى هنجيب حاجات يلا ببقى يلا معرفاهم ان مين احنا قبل ما نازل. ننزل ان احنا هنجيب حاجات معينة، ان احنا في حاجات مثلا لو ممنوع عليهم. يعني انا قبل ما يمشوا كنت قايله لهم، بس انا المره دي ما قلت لهمش، بس ساعات كتير لما بيبقى الجو برد قوي او هم تعبانين اقول لهم مثلا احنا مش هنطلب ايس كريم. فخلاص قبل ما ننزل احنا متفقين ان احنا مش هنطلب ايس كريم، فما بيجوش يطلبوا ايس كريم واحنا خارجين. المره دي طلبوا ايس كريم، انا ما قلت لهمش ما لا على حاجه بصراحه. بس يعني انا بقول لكم مثال ان انا مثلا النهارده احنا هنخرج بس مش هنطلب ايس كريم، هنخرج بس مش هنجيب اكل من بره، احنا هنتغدى في البيت. يعني بنتفق معاهم على حاجات اللي لو هم عملوها احنا ممكن نتضايق. ساعتها الخروجه بتبقى اهدى وبتبقى احسن، وبيروحوا مبسوطين. والله والله سهل ان هم يتبسطوا. والله الاطفال دي غلابة، احنا اللي مش عارفين نتعامل معاهم. بيتبسطوا وبيبقوا فرحانين جدا. وممكن برضو لو قعدنا في البيت وعملت فكرة من الافكار اللي انا بقول لكم عليها دي، ساعات ما بنعملش ده كله وبنجيب الوان وبنقعد نلون. يعني بنجيب كتب اللي هي التلوين العادية دي واقول لهم يلا دلوقتي هنلون، والله بيبقوا مبسوطين جدا. وابقى اصور لكم واحنا بنلون واوريكم قد ايه هم مبسوطين. هو الفكرة في تغيير الروتين، وانك تقضي وقت معاهم وتسيبيهم يعملوا حاجات بيحبوها، تسيبيهم براحتهم من غير قيود. هو ده بيتهم ودي حياتهم زي ما هو بيتنا وحياتنا. هم برضو من حقهم يعملوا الحاجات اللي بيحبوها، من حقهم يعيشوا بالطريقة اللي هم شايفينها صح او شايفينها حلوة، طالما ما فيهاش اذية عليهم، طالما ما فيهاش حاجة بتضرهم. خلاص احنا خلصنا ويلا روحنا على طول. واليوم ده طبعا انا كنت مفضيه نفسي فكنتش عامله اكل، وكنت عامله حسابي ان انا كمان اما نرجع هعمل لهم ترند الشيبسي اللي هم طالبينه مني بقالي كتير. وانا ما كنتش مقتنعه بيه وما كنتش مرتاحه له، بس قلت يلا بقى هو يوم من اوله بقى كده خلاص. مش يعني انا نويت فاكمله لحد الاخر. طبعا جبنا الشيبسي وكل واحد اختار النوع اللي هو عايزه وقعدوا يحضروا معايا وكانوا برضو مبسوطين جدا. وقطعت خس وخيار وطماطم، وكنت عاملة مجهزة الفراخ روحت على طول قالتها. قطعت بصل وجبت كل انواع الصوصات اللي موجودة عندي. وبدأ بس يعني بجد لو انتوا ناويين تجربوا الترند ده مع الاطفال اللي في سن ولادي يا ريت بلاش لان انتوا هتتدبسوا في كمية شيبسي مش طبيعية. لان اولا فكرة الترند ده ما عجبتنيش، لان انت لازم تاكلي بسرعة. لو ما اكلتيش بسرعة الشيبسي بيبقى طري مع الحاجات اللي بتحطيها معاه الاضافات دي والصوصات، الشيبسي بيبقى طري فبيبقى طعمه مش احلى حاجة يعني. وكمان هما بيختاروا هيحطوا ايه. يعني اول اختيار عمر اختاره، بعد ما اختاره تمام وهتشوفوا هو اللي طالب وهو اللي عمال يشاور على كل حاجة، في الاخر راح مديهولي وقال لي لا ما عجبنيش انا هعمل واحد تاني. فانت بتتعاملي مع عيال بحت. فانتي لو ناوية تعملي الموضوع ده مع الولاد حاولي تجيبي، نصيحتي ليكي، اكياس اصغر من اللي انا جبتها دي. لان غالبا يعني في اللي هيكمل وفي اللي مش هيكمل وفي اللي هيحاول يغير ويقولك لا انا عايز ده بدل ده، فتبقي عاملة يعني
اختيارات كتير وكميات اقل عشان تعرفي تسيطري على الموضوع. بس الحمد لله برضو كلنا واتبسطوا وعدى اليوم على خير، وحققت الحمد لله الهدف اللي انا كنت صاحيه ناويه عليه، ان انا اكمل اليوم مع الولاد واخليهم مبسوطين ويناموا مبسوطين. وفعلا الحمد لله ناموا مبسوطين جدا. وكل فترة بحاول اعمل الموضوع ده مع الولاد، ونصيحتي ليكوا جربوا اعملوا يوم في الاسبوع، يوم كل اسبوعين، ان انتوا تصحوا من النوم بنية ان اليوم ده للولاد، هسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، هدف ان هم يبقوا مبسوطين، هقلل عصبية، مش هقول لا كتير الا في اضيق الحدود، وهسيبهم براحتهم. وشوفوا النتيجة وشوفوا الفرق في النفسية اللي هم هيحصل لهم يعني. وبجد هتدعولي من قلبكم جدا. انا حبيت اخدكم من اول اليوم عشان تشوفوا اليوم كان طويل قد ايه، لان احنا طبعا صحينا بدري عشان نبدأ اليوم من اوله. واكيد مش هتكلم عن ان اليوم قد ايه كان متعب بالنسبة لي انا، بس كلمة انتي احلى مامي في الدنيا، واحنا بنحبك قوي، والحضن اللي قبل النوم، والضحكة، ولو ختمناها كمان بحدوتة قبل النوم يعني خلاص بقى كده هم اخدوا كل حاجة ممكن تتخيلوها. فهم والله يعني دي كل ده بيهون اي تعب ممكن تتعبوه معاهم، بس بيبقى فارق في نفسيتهم قوي 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 قوي. ربنا يا رب يحفظ اولادكم جميعا، ويقدرنا كلنا على ان احنا نسعد ولادنا على قد ما نقدر، ونربيهم تربية كويسة، ونحسن من نفسيتهم، ونطلعهم ناس سوية نفسيا وصحيا وجسديا، ويبقوا يعني بجد مشاريع كويسة لأطفال وناس صالحة تنفع المجتمع. ويبقى ربنا يعني يحسب لنا التعب ده ونيته، ونبقى واخدين نية كده ان احنا بإذن الله ده يبقى ليه أجر كبير عند ربنا، التعب اللي احنا بنتعبه، لأن طبعا ده بمجهود كبير ربنا عالم بيه. وإلا يعني أنا بعد ما اتجوزت وخلفت عرفت ليه ربنا بيقول الجنة تحت أقدام الأمهات، لأن فعلا التعب اللي بيتعبه الأمهات مش تعب طبيعي. بس زي ما قلت لكم بيهون مع اول حضن واول بوسه واول كلمه احنا بنحبك يا مامي وانتي احسن مامي في الدنيا، والكلام ده هبقى اسمعه لكم والله، كلام بيغسل القلب من جوه والله. فالحمد لله كده كان خلص اليوم، وكانت بقى كل واحد من الولاد بيختار هيعمل ايه وهيحط ايه. ولقيت بنت من البنات راحت جابت شويه شبت بصوا، مع ان ودبسوني في الشبت ده ان انا ما بحبوش، بس راحت قطعت شويه شبت وراحت جايبه طبق صغير من بتوعهم وقالت لي انا عايزه احط شبت في ترند الشيبسي بتاعي. فبجربه ترند الشيبسي بالشبت يا جماعه. انا عارفه ان هو تقريبا اتقفل خلاص ما بقاش حد يعمله، بس يعني لو حد لسه زينا عمله متاخر يبقى جربوه بالشبت. لان انا لارا قالت لا انا هحط شبت مع الساندوتش مع الشيبسي بتاعي. عملت العمر وعملت اللينا وعملت اللارا، وفي الاخر انا اكلت تقريبا اللي اتبقى من كل دول. يعني انا كنت بقى الميكسات اللي حصلت بعد كل دول، ده كان بتاع لارا تقريبا اخر واحد. وسبحان الله كل واحد فيهم مختلف، حتى التوأم مختلف، يعني مش لازم عشان توأم يكونوا بيحبوا نفس الحاجات، لا بالعكس. يعني ذوق لانا مختلف تماما عن ذوق لارا في الاكل، مفيش اي تشابه فيهم في الاكل، كل واحدة ليها دماغها. لارا اللي انا حطيت لها الشبت دي تقريبا، وكل واحدة ليها دماغها وكل واحدة ليها طريقتها. ف عملت لها الشيبسي بتاعها، واللي قبلها كانت لانا كان الشيبسي بتاع لانا. وعمر الشيبسي اللي انا عملت له في الاول ده رجع اداهولي تاني، وبعد كده هو عمل واحد تاني جديد. بس النهاية ان هم الحمد لله خلص اليوم على خير، وبجد كان يوم حلو الحمد لله. وحاجة أخيرة عايزة أقولها لكم قبل ما أقفل، لو عندك أي مشكلة أو متضايقة نفسيا أو تعبانة أو أي حاجة ودخلتي مع الولاد في اليوم ده وفصلتي تماما عن أي حاجة، صدقيني هيفرق في نفسيتك، لأن وجودك مع أطفال ده بيحسن النفسية جدا. بس لو عشتي معاهم يعني عشتي أكنك طفلة، يعني إحنا 3 كده أنا الرابعة، مش عشتي كأنك كبيرة معاهم. لو عشتي كأنك كبيرة هتتعبي جدا، بس لو عشتي معاهم كأنك طفلة هتتبسطي جدا والله. فده كان فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد قريب باذن الله. عايزه اوريكم ازاي بدات اعمل احضر التوأم، ان انا ان شاء الله ما بوديش حضانه، بس انا اللي باسسهم، ببدا تاسيس انا معاهم. فانا بدات اذاكر لهم، والكلولات الصغننين دول بداوا يتعلموا، فهبقى اوريكم ازاي بدات تاسيس معاهم، لان هتشوفوا بقى يعني كوارث باذن الله.
فاعمل لكم فيديو جديد قريب ان شاء الله عن الموضوع ده، فهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. اشوفكم على خير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده وبمناسبه رجب. يا رب تكونوا دايما في احسن صحه واحسن حال. سلام عليكم، باي باي.